عايزه اقول لكم ان انا قررت خلاص اول وصفه هتكون في المطعم بتاعي الجديد البرجر. والله العظيم بتكلم بجد. انا حابه ان هو يكون زي سندوتشات، مش اكل شرقي وكده، لا. ومن اول اكل عندي البرجر. عايزه اقول لكم الوصفه دي ناجحه مليون للمية. كمان بنعمل البصل المكرمل، مش هتعرفي تخيريه عن اي مطعم كبير انتي بتاكلي منه، بس الفرق هنا ان ده لحمه بلدي. تمام. وفي تركية كده انا بعملها، انا متأكدة ان محدش بيعملها. صلي على الرسول واعملي لي متابعة، ويلا بينا نشوف عملنا العظمة دي ازاي. هتقولي للعطار زي ما انا بقولك كده ب5 جنيه فول صويا، ب5 جنيه، بس 5 جنيه على الكيلو. ما تحطيش اكتر من كده علشان برضو يبقى طعمها كله لحمة، مش هيفك معاكي، مش هيحصل له اي حاجه، وفي نفس الوقت حلوه قوي. الكميه هم دول الشويه دولت على الكيلو لحمه. ما بحطش نص كيلو فول صويا، ما بحطش ب20 جنيه، لا، قولي ب5 جنيه علشان تاخدي مقدار مظبوط. عايزه اقولك فرزيه معايا بقى كيلو لحمه بلدي، هنضربه في الكبه. انا دايما بحب كل حاجه اعملها في البيت بصراحه، ما بحبش افرم اللحمه بره لان بتبقى مختلطه فيها اللحمه مستورده بتاع، فانا بحب والنظافه كمان. انا بصراحه بجيب، لو انت هتقطعي اللحمه من بره من عند اي جزار هياخدها يفرمها على طول، مش هتتغسل. انا بغسل اللحمه، بحط لها ليمونه شويه ملح 5 دقايق وبشطفها. تمام. المهم بقى، جبت الفول الصويا، كنت نقعته قبلها بنص ساعه، وبعد كده بتفرميه لوحده وبتفرمي اللحمه لوحدها زي ما قلت لك. كيلو لحمه عليه ب5 جنيه، هو كده مقداره ب5 جنيه من عند اي عطار فول صويا. وعندي كمان من ضمن اللحمه ده زياده، عندي كان حته دوش صغيره كده، حطيها بتخلي اللهم بارك طعم البرجر معاكي خطير. تمام. ننزل اللحمه كده بقى، وخدي بالك بقى من التركات اللي جايه دي عشان مهمه جدا، وهي دي اللي فرقت معايا في طعم البرجر. هنخلط الكلام ده كله مع بعضه. هنشوف هنجيب ايه. نلبس الجلافز بتاعنا. تمام. صليتوا على الرسول. نحط بقى ايه بقيه اللحمه، نفرمها كيلو لحمه بالظبط، هيعمل معاكي عايزه اقولك كميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. معايا كيسين برجر، كيسين 2 على مقدار كيلو اللحمه، كيسين اللي هو خلطه البرجر. تمام. اعملي كده. وهتجيبي بقى فلفل اسود وبابريكا. ليه البابريكا؟ البابريكا بتخلي لون اللحمه كده، عارفين، لونها حلو، بيديكي لون حلو للبرجر، بيبقى محمر كده وحلو. وحطيت فلفل اسود وحطيت ملح، وعليهم 3 بيضات، وعليهم حوالي 4 معالق صوص الباربيكيو. صوص الباربيكيو ده مدخن، ليه تيست كده. انا عايزه اقول لكم فضلت اعمل تجارب لحد ما جبت، لو تعرفوا البرجر بتاع وهمي في طعم دايما اللحمه كده كانها مدخنه. تمام. حطي صوص الباربيكيو، مديله تسكيره وطعم. والله العظيم انا عمري ما عملت برجر كان، يعني دايما اقول لكم تحفه تحفه تحفه، بس البرجر بتاع المره دي هو التوب 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 التوب. يعني كل المقادير اللي انا حطيتها كانت ثابته ما عدا صوص الباربيكيو. عايزه اقول لكم بجد خطير. يعني عايزه اقول لكم ريتال نطقت وقالت لي برجر يا عمته، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. بسيبه بقى بالصينيه كده، دخلته التلاجة حوالي نص ساعه في الفريزر. تمام. اللي هو يتشمع، ودي خطوه مهمه جدا جدا. ونزود فلفل اسود، بابريكا، ملح. تمام. ده اللي بنحطه على البهارات الجاهزه. بجيب بقى اللي هو البتاع بتاع البرجر ده، وببدا اعمل الكميه. بصراحه اخدت الصينيه وقعدت نعمل بره انا وماما، لان هو كتير. بصوا انا مش بحبه رفيع ومش بحبه تخين، حجم البرجرايه يعني يكون وسط، فاهميني. لو انت عندك بقى جبنه في الوقت ده تقدري تعملي كوره كده تشكليها وتحطي الجبنه في النص اللي هي بتاعه البرجر دي، لما يجي يتعمل يسيح كده ويبقى فيه جبنه، بس انا للاسف ما كانش عندي. بصوا كده كنت طلعته بقى من الفريزر. تمام. هشيله بقى في علب. ونيجي بقى اليوم تاني خالص ببقى تعبانه ومش قادره اعمل اي حاجه ولا اطبخ، فبروح عامله اللي انا عامله معاكم ده، بطلع من العلب، عمل كميه زي ما قلت لكم وحطيتها في التلاجة. في اليوم ده انا ما استخدمتوش، انا كنت بفرزه علشان يوم في الشهر اكون تعبانه كسلانه، عايزين ياكلوا حاجه من بره، عايزين نغير، فبعمل كده. رحت جبت 4 كايزرات زي ما انتم شايفينه كده، عيش البرجر، وعملنا عشاء. بصوا بقى، جبت بصلايه جوليان واحط عليها رشه سكر، ربع معلقه صغيره كده عشان يكرمل ويبقى زي بتاع بره. عايزه اقول لكم خطير. جبت بقى العيش بتاع البرجر، حطيت فيه اللي هو صوص البرجر، وحطيت فيه صوص باربيكيو. عايزه بقى تزودي كاتشب اي حاجه، بس انا عندي اساسي صوص البرجر في العيش. عايزه اقول لكم بجد خطير، وبيرمي معاكي كميه كتيره قوي، موفر موفر. لو انت عيالك زي
المعروف كده ما بيحبوش الا السندوتشات واكل بره، اعمليه في البيت وخلي الحاجه دي في التلاجة دايما ليهم. ولحمه بلدي وكل حاجه نظيفه واحنا اللي عاملينها وما فيش مواد حافظه، مش زي الشركات بيحفظوا الحاجات دي. هيبقى معاكي زي الفل. خلاص كده. قطعت بقى كابوتشا وطماطم وحطيت بصل مكرمل. وعايزه اقول لكم السندوتش ده بصوا خطير. عايزه بقى تفتحي كيس شيبسي بطاطس محمره، تحطي بيبسي براحتك. انا عملت بس الاكله دي لوحدها وخلاص. وعايزه اقول لكم السندوتش حرفيا ما تقدريش تاكلي التاني، بيلكم يعني هتشبعي منه خالص. بصوا بقى الشكل، واو. وينزل بقى منه كده اللي عارفين الدهون دي بقى برضو عامله فيها البصلايه المكرمله. ليه؟ لان احنا حاطين فيه دوش، وهي رشه زيت بس في الشوايه الجريل. لو ما عندكيش شوايه طبعا على طاسه جريل على البوتاجاز، ما عندكيش طاسه جريل على طاسه عادي، اي طاسه عاديه، انت كده كده عاملاه بالمكبس، يعني واخد شكل البرجر. فاهميني؟ عايزاكم تجربوه على ضمانتي بجد، هيعجبكم قوي قوي قوي. وتقدري تفرزي منه كمان لرمضان. احنا بنيجي في الايام الاخيره بنبقى بنفرش البيت بقى عشان الكحك والبسكويت والسجاجيد. تقدري برضو تفرزي كميه حلوه منه لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. اعملوا الطريقه وانا واثقه ومتاكده ان باذن الله هتعجبكم. ما تخافوش، الوصفه ما فيهاش ولا غلطه. بحبكم جدا في الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.